انا مين؟ انا ماين، وبعمل ايه؟ بعلم الرسم لاي حد ما بيعرفش يرسم، او كمان بدي كورس للمبتدئين في الرسم. بس يجوا نرسم التاج. دي كانت حلقة قديمة من التاج، حاطه لكم اللينك بتاعها في الباي. ما تيجي نرسم بقى تاج الجديد؟ هات ورقك واقلامك والوانك ويلا بينا يلا. اول حاجه هنعمل كيرف بسيط زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنعمل زي دواير بسيطه او شكل البيضه شويه، او رقم 8، او حرف السي مثلا بس مقلوب لتحت. انا بحاول ابسط لكم الموضوع قوي زي ما انتوا شايفين. خليت الجزء اللي في النص هو اطول واحد فيهم، وعملت بعد كده دواير فوق كل راس فيهم. عايزه اقول لكم ان اصلا التيجان كانت اصلا زمان في الرومان كانوا بيعملوها من ايه؟ من الورد. فهو اصلا فكرة التاج جاي من شكل الورد، وكانوا من انواع هو كانوا بيقدسوا التاج. فكانوا التيجان كلها كان من الاعشاب ومن الورود. بعد كده تطور بقى الموضوع، وبقينا بنعمل التيجان زي ما انتوا بتشوفوها. التاج عامة للملك لما بيلبسه هو نوع من انواع القوة والسلطة، ان هو المالك الشيء اللي هو بيعمله، وهو اللي عنده الحكمة عن كل الناس اللي حواليه. فالتاج ده بيبقى نوع من انواع التفخيم والتعظيم للشخص اللي بيلبسه. انا عايزة اسألكم سؤال، لو انتوا في ايديكم تاج دلوقتي هتلبسوه لمين؟ ياريت تكتبولي في الكومنتات مين اول شخص جه في بالكم يستحق انه يلبس التاج. يا جماعة، جت الفقرة المحببة إلى قلبي، اللي متابعني هيعرف ايه هي، وهي التحديد. يا جماعة، أنا بحس لما بحدد ان حاجة ظهرت بانت كأنها تخرج لي من الورقة. فبجد أنا عايزاكم تحبوا التحديد زي ما أنا بحبه. أنا دي أول مرحلة بحبها، هو التحديد. وتاني حاجة مرحلة الألوان. أنا المرحلتين دول بعشقهم، بحس ان أنا طايرة وأنا بعملهم. فيا ترى مين زيي بيحب يشوف الرسمة بتاعته متحددة بس من غير ما يلونها؟ فاكتبولي في الكومنتات بتحبوا ايه اكتر، بتحبوا مثلا مرحلة الرسم، ولا بتحبوا مرحلة التحديد، ولا بتحبوا مرحلة الالوان، ولا بتحبوا كل المراحل؟ اكتبولي في الكومنتات ما تكسلوش. ما تنسوش تعملوا شير للفيديو لاكبر عدد من صحابكم عشان توصل المعلومة لاكبر عدد، وفي نفس الوقت يتعلم زيكم، وكمان يتابع كورس الرسم للمبتدئين. اوعوا تنسوا، يلا دوسوا شير، متنسوش تعملوا لايك، وهستنى كومنتاتكم في كل الاسئلة اللي انا سألتها لكم. احنا دلوقتي بنلون. عملت اول حاجة درجة الاورنج، بعد كده حطيت درجة من درجات الاصفر، بعد كده هحط درجة تانية من درجات الاورنج بس درجة افتح شوية. بصوا لما حطيت الالوان على بعض، بصوا ادوا ضي ازاي حلو، مختلف جدا فعلا. هعمل نفس الحركة في نفس الجزء ده، هكرره في كل بقية التاج كله، وهحط برضو عليه درجة من درجات الاصفر. يا ترى مستمتعين وانتوا بترسموا وانتوا بتلونوا معايا؟ ياريت تكتبولي في الكومنتات ايه اكتر فيديو حبيتوه اتفرجتوا عليه وكل شويه بتعيدوه، وقولولي اتعلمتوا ايه مني. يا رب تجاوبوني على الاسئله اللي انا بسالها لكم دي. متنسوش تعملوا شير للفيديو، تعملوا لايك وكومنت في الفيديو. اوعوا تنسوا تعملوا شير للفيديو لاكبر عدد من صحابكم. يا رب تكون الحلقه عجبتكم وتكون خفيفه على قلبكم وبسيطه وسهله، واشوفكم في فيديو جديد ورسمه جديده مع ميان. باي باي.